لاعبين زاخو العراقي ولاعبين الشباب السعودي. من تسبب في المشكلة هم لاعبين زاخو العراقي، هم من تسببوا في المشكلة. وأكبر دليل على ذلك لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي عاقبت 3 لاعبين من فريق زاخو، عاقبتهم بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 5000 ريال قطري، لأنهم كسروا المنشآت. تخيل تعزم واحد على بيتك ويكسر أغراض بيتك. وتم معاقبة مشرف نادي زاخو اللي ما أعرف اسمه، لا هو ولا اللاعبين، ولا عندي وقت أحفظ أسماء لأنهم غير معروفين. أيضا تم معاقبة المشرف بمبلغ 6000 ريال قطري، ومنعه من مرافقة الفريق لمدة 4 مباريات. بالنسبة للشباب تم توجيه إنذار لنادي الشباب وغرامة مبلغ 300 ألف ريال، وتم توجيه غرامة 300 ألف ريال وإنذار لنادي زاخو العراقي. فهمتوا يا جماعة؟ من تسبب في المشكلة هم لاعبين زاخو، من كسر المنشآت في قطر هم لاعبين زاخو. يدك طويلة ترى، عيب عيب يوم يدك تكون طويلة. البليهي لم يتم معاقبته، البليهي ما عمل شيء بصراحة. أنا دائما مختلف مع هذا اللاعب، ولكن هذه المرة أنا مع البليهي، مع علي البليهي، لأنه علي البليهي ما عمل أي حاجة تجعلك تمد يدك. مد اليد هو سلوك عدواني. وشكرا.